عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا البنات في فيديو جديد. نتمنى انكم تكونوا بخير. كما راكم تلاحظوا اليوم راح تشوفوا معايا فيديو تاع محمر بالزيتون والدجاج والبسباس، وصفة وهرانية على طريقة الغرب الجزائري. روحوا معايا باش تتابعوني نشوفوا الوصفة تاع اليوم واش نحتاجوا فيها. اذا البنات المقادير كما راكم تلاحظوا هنايا كتبت لكم الزيتون الاخضر اللي راح نغليه 3 مرات كما نعرفوا لانه مالح، كميه تاع دجاج على حسب افراد العائله، راح نحتاجوا بصله، زيت، زبده، بسباس والبيض واثنين فص ثوم والمعدنوس والملح والفلفل الحلو والبابريكا. اذا راح تتابعوني وراح تشوفوا بنفسكم المقادير. اذا هنا عندي 3 حبات تاع بسباس اللي راح نقطعهم على 2 ونغسلهم، والكميه تاع الدجاج. دروك نروح ناخذ طاجين تاعي. بالنسبه للبنات اللي عندهم لي بلاك الكتريك هذه برك انايا نستعملو هكذا. شوفوا نحط مقلاة ولا طاجين لتحت، من بعد عاد نحط طاجين تاعي. خفتو يتكسر لي لانه هذا الثالث واحد. اذا كما راكم تلاحظوا حطيت كميه تاع زبده، واحد الملعقه تاع زيت، ونحطو هنايا الطرف تاعي تاع الدجاج اللي راهم مغسولين بطبيعه الحال ومنظفين. نحط في الوسط حبه بصل اللي قطعتها هنا كما راكم تلاحظوا، ونكمل الدجاج فوقها. راح نغطي الطاجين تاعي ونخليهم يتقلاو. بعد ما ياخذوا لون ذهبي خفيف نعاودو نقلبوهم البنات كما راكم تلاحظوا هنايا معايا. هنا راح نقلبهم كما قلت لكم. الزيتون تاعي راه على ناحيه يغلي. اذا انا هذه ثالث مره راني نغلي فيه البنات. انا نغليه اول مره نحط له واحد شويه صغيره طريف صغير تاع بصله، ونحط له واحد ملعقه تاع شاي تاع سكر ونخليه يغلي. نغليه الاولى ونصفيه والثانيه والثالثه لانه هذا عندي جاني مالح بزاف وشويه مر. هكذا كما راكم تلاحظوا هذه اخر غليه اللي راني نغلي فيها. حطيت هنا البهارات كما لاحظتوا البنات اللي هي كانت الملح والفلفل الكحل والكركم، وحطيت قرفه. هنا حطيت راكم تلاحظوا البنات نصف كاس تاع ماء اللي كان عندي حامي هنايا، وراح نقلي به الطاجين تاعي بهذه الطريقه. حط كميه تاع معدنوس من الفوق البنات هكذا بهذه الطريقه، وراه في نفس الوقت يتقلى. راهي عندي النار شويه زايده ما راهيش ناقصه بزاف باش يقدر يطيب عندنا البسباس. هنا في هذا الوقت بعد ما غليت الزيتون تاعي حطيته كامل، ونغطي الطاجين تاعي ونخليه على نار هاديه يطيب. خديت البسباس نتاعي درت له الملح فلفل الكحل، نغطيه بواحد بلاستيك هذا اللي نستعملوه في المطبخ، وراح نحطه يفور لمده 21 دقيقه حتى نص ساعه. هنا ناخذ كما راكم تلاحظوا باش نوجد الصلصه اللي نقلو فيها البسباس. حطيت 2 فص ثوم، شويه معدنوس، ونحطوا 3 حبات بيض، فلفل الكحل، شويه ملح وشويه بابريكا كما راكم تلاحظوا. ونخلطوا هذا الخليط تاعي. هذا هو الخليط اللي راح نقلي به الطرف تاع البسباس. بعد ما فار البسباس كما راكم تلاحظوا ناخذه هنايا، ناخذ هذوك الطراف ونقطع دي غونديل شويه رقاق هكذا، لانكم لو كان تقطعوه هو اخضر البنات راح يتكسر عندنا وما راحش يساعدنا. نضلوا ناخذوا هنا الطريفات تاعنا البنات ونديروهم في هذا البيض، نحطوا مقلاة فيها الزيت ونقلوهم من ناحيتين كما راكم تلاحظوا. راح نحطهم هكذا. بالنسبه لي البنات انايا نقلي 2 مقلات اللي بقات نمرسها مع هذاك البيض نتاعي ونديرها اومليت كامله الاولاد ياكلوها. وهكذا نقدروا ناكلوا لوليداتنا البسباس بهذه الطريقه. انا ولادي ما يحبوش لو كان نديروا مرق، مي نديروا هكا ياكلوه ويعجبهم بزاف بزاف. هكذا البنات بعد ما يطيب الطاجين تاعي تشوفوه معايا واجد. كما راكم تلاحظوا البنات بعد ما وجدت الطاجين تاعي انا عندي الدجاج. بالنسبه لي هذا اختياري، برك حمرته خدا هذاك اللون الذهبي، حطيته في الفرن، ما حطيت له لا زيت لا والو، برك نحيته من المرق حطيت له في الفرن خد اللون الذهبي من ناحيتين، وعاود رجعته للطاجين تاعي. ستفت هذوك لي غوندال تاع البسباس اللي قليناهم، وهو هذا الطاجين بزاف بزاف يشهي وبزاف بزاف بنين البنات. نتمنى انه هذه الوصفه تاع اليوم تنال اعجابكم وتجربوها. ما تنسوش تخلوا لي في التعليقات لو عجبتكم هذه الوصفه. هذه وصفه كانت ديرها جداتي ربي يحفظها وربي يطول في عمرها. اذا حبيت نتقاسمها معكم. بهذه الطريقه نقدروا نوكلوا لوليداتنا اللي ما يحبوش البسباس بهذه الطريقه. وهذا ثاني تغيير، ماشي كما الطاجين العادي تاع الزيتون اللي نديروه بالزروديه والبطاطا. اذا هذا محمر تاع الزيتون يجي روعه في المذاق. راح تجربوه وراح تدعوا لي راني متاكده. حبيت نشكر البنات دائما اللي راهم يخلوا لي تعليقات رائعه مثلهم. نقول لهم بلي نحبكم بزاف بزاف وربي يدوم محبتنا ويخلينا دائما عائله وحده. اذا البنات هذه وصفه جزائريه، وصفه من الغرب الجزائري، وصفه من وهران. اللي ما يعرفش ما عمره ما دارها يجربها من بعد عاد يخلي لنا في التعليقات. ماذا بيا تجربوا من بعد تخلوا تعليق، لانه والله وصفات طيبه راني نحطها لكم ومرات تظلموها بتعليقاتكم والله العظيم. نتمنى انه هذا الفيديو تاع اليوم ينال اعجابكم.
وتجربوه. وما بقى لي غير ما نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه. إلى اللقاء، إلى فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.